السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. كيفية إنشاء مزرعة مصغرة فوق سطح المنزل يا جدعان. يعني خلينا بس نتفق مع بعض إن أنا لو عندي 10 أجواز حمام أقدر أعمل منهم مزرعة حمام. إزاي؟ هقول لك إزاي. على فكرة مشروع تربية الحمام مش عايز راس مال عشان ان انت تعمل مشروع ناجح كمان، ولكن خلينا بس اقول لك يعني معلومة او حكمة عجبتني. قال لك ان البيت اللي ما فيهوش طير ما فيهوش خير. يعني البيت اللي ما فيهوش طير ما فيهوش خير. فنمي مشروع عندك، مشروع الحمام نميه، هيكون دخل ليك زياده من منزل. تقدر ان انت تزود الدخل عندك، تقدر ان انت توفر البروتين. لو انت عايز تذبح حمام للاطفال، طبعا البروتين الحمام بروتينه عالي جدا ما شاء الله، تقدر ان انت تغذي بيه الاطفال، وتقدر ان انت تاكل منه حلو جدا كمان للشباب والولاد. طبعا الحمام يا جماعه واكله شهي جدا. طيب خلينا بس في موضوعنا عشان ما نشردش منكم، عشان الفيديو ده مهم جدا. لو انا يا جماعه عاوز ابدا مشروع او اعمل مزرعه حمام فوق سطح المنزل عندي، فالموضوع سهل وسلس جدا. اهم حاجه ان انت توفر المكان، يكون غرفه مثلا، اي غرفه. الحمام على فكره بالمناسبه بيتربى في منور، بيتربى تحت بير السلم، بيتربى اي مكان امان ما فيهوش فيران وما فيهوش اي حاجه تضر الحمام، فانا بربيه. ممكن اربيه في البلكونه، ممكن بربيه ببدروم، في اي مكان. فمبدئيا انا لازم اجهز المكان عندي. ولو انت هتربي محبوس، خد الحته دي نحطها في مخك كده، يعني ما تروحش مطش عنك. لو انت هتربي حمام محبوس يبقى اعمل حساب كل متر مربع من جوزين ل3 جواز. كل متر مربع اضرب الطول في العرض في الارتفاع، يعني كل متر مربع من جوزين ل3 جواز لو انت هتربي حمام محبوس. لو هتربي سايب فافتح المكان عندك ورب فيه، ما عندكش اي مشاكل، ولكن توفر لكل جوز من عينين ل3 عيون، من عينين ل3 عيون. لو انت هتربي سايب ممكن اوضه 4 في 4 تاخد لها 50 60 جوز، ما عندكش مشكله. لو انت بتربي الحمام سايب، يعني ايه سايب؟ يعني الحمام بيطير ويروح ويجي. في ناس عندها الفكره غلط، في ناس بتقول لك حمام سايب يعني انا مسيبه في الاوضه، حبسه في الاوضه، بيقولوا عليه نص حبيس. لا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها نص حبيس. برضه عشان ما نشردش ونركز مع بعض. فاول حاجه انا بجهز المكان، اي غرفه ويكون الاتساع بتاعها مناسب. تاني حاجه بوفر لكل جوز حمام من عينين ل3 عيون. الحاجة الأساسية وأنا لازم عشان تنجح مشروع تربية حمام، عشان المشروع ما يفشلش مني، إن أنا أختار السلالة القوية اللي أنا بربيها. أختار سلالة تكون سلالة منتجة، إن أنا أربيها تكون السلالة أصلا حجمها كويس. ما ينفعش إن أنا أروح أجيب الحمام اللي عامل زي الحمام البر اللي هو الضعيف ده وأقول إن أنا هربيه والحمام ده بيكسب. ما ينفعش يا جماعة، لأن هنا يبقى أنا بضحك على نفسي. الحمام هيفضل ياكل عندي 5 6 شهور عشان ينتج. لو أنا جبته زغليل مثلا، أو لو أنا جبت شبابات هيقعد ياكل عندي شهرين، وساعه لما يجي ينتج هتلاقي الزغاليل بتاعته ضعيفه، هتلاقي ان الزغاليل بتاعته ما بعرفش السواها اصلا. فمهم جدا ان انا اختار السلاله القويه للتربيه، يكون حمامه ملحمه. بنصحك ان انت تربي لحم فرنساوي، كريزلي، زاجل، حمام بلدي تقيل اللي هو الحمام البلدي التلتينات، لو انت عايز توفر البروتين، او تبيع الزغاليل بحجم ويكون حجمها كويس. فالانواع ديت كويسه جدا في التربيه. تمام كده؟ يبقى انا هنا الحاجه المهم ان انا اختار نوع الحمام اللي انا بربيه. تمام كده؟ طيب الحاجة اللي بعد كده يا جماعة، ان انا عشان ازود الانتاج واكثف الانتاج عندي، يفضل لو انا هربي محبوس ان انت توفر للحمام الحاجات اللي هو هنحرم منها من الطبيعة. زي لو انا هربي محبوس يبقى رقم 1 بحط الحمام ده التحديد. التحديد ده عنصر اساسي ومهم ورئيسي في التربية، لان الحمام المحبوس لو مش بوفر له تحديد فانسى ان هو ينتج عندك. الحمام المحبوس لو مش بديله كالسيوم فان برضه الانتاج هيبقى ضعيف، مش هتلاقي الحمام بيلحم العش، مش لاقي الحمام عندك انتاجه عالي. فلازم برضه هنا بوفر للحمام نوع كالسيوم. لو انت هتربي حمام حبيس لازم ان انت توفر له العش. العش يا جماعه محفز للحمام والانتاج. يعني العش ده الناس بتستهتر بيه، ان انت بتجيب شويه قش بتحطهم في العين وهكذا. فالعش ده يا جماعه اصلا محفز قوي للانتاج، خلي الحمام بيحفزوا الاناث ان هي تعشش. حضراتكم عارفين ان الذكر بيهتم بالزغاليل والانثى بتهتم بالبيض ده لما يكون في الزغاليل. يعني ايه برضه عشان نوضح للناس بشكل سليم؟ لو انا عندي جزء بيلحم العش في العش والنتايه بدات ان هي تحصي،
فالنتايه بتروح تهتم بالحصى، والذكر بيبدا يهتم بايه؟ يهتم بالزغاليل. فهنا يا جماعه عشان احفز النتايه دي، عشان هي تسيب الزغاليل اللي معاها وتروح تحصي، فاجهز لها العش، اجهز للنتايه دي العش. لو جهزت للنتايه العش هتحفزها ان هي تشتغل. لو اديت للنتايه دي كالسيوم هتحفزها ان هي تشتغل. لو اديت للحمام ده اديته تحديق وفيتامينات هيحفز الحمام ده ان هو يشتغل. طيب يبقى هنا يا جماعه الحاجات دي كلها بتساعد عندي في الانتاج. لو انا عندي 10 جواز حمام، 10 جواز حمام فقط، الجوز يا جماعه في السنه بيجيب له من 8 ل 9 عشوش. بالنسبه للحمام اللي هو الشعبي زي الزاجل والكريزلي والبلدي، الحمام اللي احنا فرساه ممكن يعلى عنهم شويه في الانتاج، يعني بعشه او اتنين مش كتير يعني. فلو انا هربي الانواع دي فلازم ان انا خلي بالك تربيه الحمام البلدي والزاجل والكريزلي تربيته سهله جدا جدا. وممكن العشرة جواز دول ان انا افرخ منهم 100 جوز في السنه. يعني لو انا عندي 10 جواز، الجوز مثلا هيجيب له 7 عشوش، بلاش 9 عشوش، هيجيب له 7 عشوش في السنه. تمام كده؟ يبقى 10 جواز دول لو انا خليت الناتج بتاعهم هيبقى عندي 70 جوز، 70 جوز، وال10 الاساسيين يبقى 80 جوز، 80 جوز حمام. اصبح عندي 80 جوز حمام، وعملت مزرعه حمام بسيطه فوق سطح المنزل باقل التكاليف. ولكن يا جماعه هنا الناس هتقول لي الاكل غالي والكلفه غاليه وهكذا. طيب هقول لك انا بنصح اي مربي حمام شعبي، لو انت بتربي حمام شعبي، يعني ايه حمام شعبي الاول؟ حمام شعبي يعني اي جوز حمام اقل من 250 جنيه، اي جوز حمام اقل من 250 جنيه او 300 جنيه كمان يعتبر حمام شعبي. لو انت بتربي الحمام الشعبي ده حمام حبيس، فانت يعني انت هنا بتخسر، لان الحمام المحبوس انتاجه ضعيف. الحمام المحبوس مش انتاجه مش اعلى حاجه. الحمام المحبوس بتلاقي مشاكل في التخصيب، وبتلاقي مشاكل في البيض، وبتلاقي الزغاليل ضعيفه وهكذا. فبنصحك لو انت عايز فعلا تكون المشروع عندك قوي ويكون مشروع عندك ناجح، حاول ان انت تطير الحمام ده يروح ويجي ويجيب رزقه من الطبيعه. زيادات اكل من المنزل، ما يكونش زيادات اكل طبعا حمضانه، اديها للحمام ده. تقدر هنا ان انت فعلا تكسب من الحمام وتعمل مشروع وتزود الدخل عندك من المنزل. يا جماعه الخير، الناس في ناس يعني اهم حاجه قلنا قبل كده الاداره. ادارتك لو انت بتدير المشروع صح فانت ممكن تكسب ذهب من شويه الحمام اللي انت بتربيهم. ولكن عندك اهم حاجه حسن الاداره. الاشياء اللي انا قلتها لك ديت حاجات بسيطه جدا، ممكن ترجع للفيديو تاني عشان ان انت تراجع انا قلت ايه، عشان ان انت تقدر تنمي مشروع تربيه الحمام عندك. اشعه الشمس لو انت بتربي حمام المحبوس عشان نسيناها، اشعه الشمس مهمه جدا ان انت تدخلها للطيور لو انت بتربي حمام حبيس. اتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده فيديو عجبكم، يكون قدم لكم معلومه. وصلت معايا في حضرتك ما تبخلش عليا باللايك بتاعك الجميل، وانزل اشترك في القناه، وعدكم فيديوهات قويه جدا المره القادمه. اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.